اليوم عندنا واحد القصه اللي حقيقيه. قصه ديال واحد الانسانه اللي كانت بغات تنقذ العائله ديالها، ولكن فاش دخلت للطريق الغلط ما قدرتش ترجع. وقبل ما نبداو القصه ديالنا بغيت نسولكم واحد السؤال: واش يمكن الانسان يوصل لواحد المرحله اللي ما كيبقى يشوف فيها حتى حل من غير الطريق الغلط؟ وهذا الشيء بالضبط اللي وقع لمنال. مرحبا بكم. القاهره، واحد المدينه اللي ما كتنعش. الزحام في الزناقي، الصوت ديال الطوموبيلات والبياعة كيغوتو، والناس كل واحد غارق في المشاكل ديالو. في واحد الحي شعبي في شبرا كانت عمارة قديمة، الحيطان ديالها مشققين والضو كيطفى وكيشعل غير بوحدو. وفي آخر إيطاج كانت منال ساكنة، بنت عندها غير 18 عام. الملامح ديالها كيبان عليهم العيا، عينيها غارقين في الحزن، ولكن باقي فيهم داك الأمل الصغير اللي كيتشبت بالحياة. كانت عايشة مع جوج خواتاتها الصغار، سارة عندها 12 عام ونهى عندها 9 سنين. منال كانت جالسة فوق واحد الفراش قديم، كتحسب الفلوس اللي بقاو عندها، ورقة، جوج وثلاثة، ومن بعد وقفات حيتاش ما بقاوش عندها الفلوس. خوتها كانوا ناعسين حداها وهي كتشوف فيهم بعينيها اللي عامرين بالخوف. وفي ديك اللحظة تفكرت ديك الكسيدة. داك النهار كان عادي بزاف، باها كان صايق وما جالسة حداها وكانوا راجعين للدار. وفي ثانية وحدة طوموبيل جاية بواحد السرعة اللي كبيرة، ضربتهم واحد الضربة اللي كانت قوية لدرجة أن الناس تجمعوا في الزنقة وما مصدومين. ومنال بقات كتفكر في آخر مرة شافت فيها ما كتضحك، آخر مرة سمعت الصوت ديال باها. ومن بعد كلشي تسالى. من بعد الدفن ديال الوالدين الناس جاو يومين وثلاثة وعساوهم، ومن بعد كل واحد رجع لحياته. أما منال بقات بوحدها قدام المسؤولية. كانت كل صباح كتفيق مع 6، كتلبس حوايجها القدام وكتحاول تبان قوية قدام خواتاتها. كتقول لهم ما تخافوش غادي نلقاو الحل. ولكن ملي كتخرج وكتسد الباب كانت كتبقى كتبكي. كانت كتخرج النهار كامل وهي كتقلب على الخدمة، الشمس سخونة والعرق نازل من وجهها، وهي كتدور من محل لمحل. اللي دخلت عنده كيقول لها سمحي لي ما كايناش الخدمه، ولا اللي كيقول لها خلي لي النمره وغادي نعيطوا لك. وكاينين شي وحدين اخرين كيقول لها انت صغيره وخاصك الاكسبيريونس. هاد الكلمات كاملين كانت كتسمعهم كل نهار حتى رجليها ورموا ليها من المشي. وفاش كانت كترجع في الليل كانت كتلقى خواتاتها جالسين في الظلام حيت الضو مقطوع. ساره كتقول لها بواحد الصوت اللي خايف داز مولات الكرا اليوم وقالت الا ما خلصناش غادي تخرجنا. منال ما كتجاوبش، غير كدير واحد الابتسامه اللي ماشي حقيقيه، وكتقول غدا ان شاء الله غادي تحل كل شيء. ولكن من الداخل كانت عارفه بلا غير كتكذب. واحد النهار من النهارات كانت منال واقفه في المحطه ديال الطوبيس وكان باين عليها العيا والجوع. وفي ديك الوقت وقف حداها واحد الراجل كان لابس واحد الكوستيم نقي، كتشم منه واحد الريحه اللي زوينه، والساعه اللي في يديه كانت كتبان غاليه. شاف فيها شي ثواني ومن بعد قال لها واش كتقلبي على خدمه؟ منال في الاول ما فهمت والو، ولكن هزات راسها وقالت بدا كيضحك ليها وقال عندي لك واحد الخدمه في واحد الريستورون، الخدمه سهله والفلوس اللي فيها مزيانين. القلب ديال منال بدا كيضرب بالزربه، اول مره شي واحد كيبروبوزي عليها شي خدمه نيشان. قالت ليه بالزربه واش بصح؟ جاوبها ولكن الخدمه راه في الليل. منال ما همهاش الليل نهار اي وقت، المهم هي تخدم. منال كانت غادي حداها في الزنقه وهي ساكته، الخوف باين في عينيها، ولكن الحاجه للفلوس كانت كتر. وقف قدام واحد المحل ديال الحوايج وقال لها دخلي اختاري اللي عجبك. منال تصدمات وقالت لي بواحد النوع ديال الاستغراب واش انا؟ ضحك وقال انتي الخدمه اللي غادي تخدمي خص يكون عندك لوك زوين. دخلت وهي حشمانه، المحل كان عامر بالضوء والمرايات وحوايج عمرها ما حلمات تلبسهم. السيده اللي كتبيع بدات كتخرج لها لي غوب والسراول والسيكان والصباب ديال الطالون، ومنال كانت غير كتشوف، حيت حياتها كامله كانت كتلبس غير حوايج لي رخاص واللي بسيطين. الراجل قال لمولات المحل عطيها كلشي داكشي اللي تحتاج، ومن بعد داها لواحد المحل ديال الماكياج. جلست قدام المرايه الكبيره، واحد البنت بدات كتماكي ليها، ومنال بقات كتشوف في راسها في المرايه بحال ما عرفتش شكون داك الشخص اللي كيبان في المرايه.
ولأول مرة في حياتها حسات براسها زوينة، ولكن في الداخل ديالها كان شي إحساس ماشي هو هذاك كيكبر، إحساس اللي كيقول ليها راه هادشي اللي كيوقع ليك ماشي طبيعي. ومن بعد ما سالاو عطاها صاك فيه الحوايج كاملين وقال ليها من اليوم حياتك غادي تتبدل. الكلمة كانت بسيطة، ولكن منال ما كانتش عارفة أن حياتها فعلا غادي تتبدل وغادي تدخل لواحد الطريق اللي ما فيهش الرجوع. في الليل وصلت للعنوان، وقفات قدام واحد الباب كبير فوق واحد الضوء احمر. سمعت الموسيقى وهي خارجه بالشاد، وقبل ما تدخل حسات بشويه ديال الخوف في قلبها، ولكن تفكرات خواتاتها، تفكرات الكرا وتفكرات الجوع. ودخلات. الدخان كان معمر البلاصه، الضحك بالشاد ورجال كيشربوا. واحد المرة جات لعندها وقالت انتي هي جديده. منال هزات راسها وهي متردده. المرأة قربت ليها وقالت غادي تجلسي مع الكليان، ضحكي هضري معاهم والباقي الاخر غادي تفهميه مع الوقت. منال حست بالدنيا كدور بها، بغات تهرب، ولكن في ديك اللحظه تخيلات خوتها بلا ماكله وشدات في راسها. في ديك الليله جلست منال في واحد الكوان بعيد، الناس كيشوفوا فيها وهي حاسه براسها مخنوقه. واحد الراجل جا وجلس حداها، كان كبير في العمر وعينيه كيشوفوا فيها بحال بيف دارسها. قال لها واش اول مره؟ منال ما قدراتش تجاوب، يديها كانوا كيترعدوا. وفي ديك الليله بدات اول خطوه في الطريق اللي غادي تبدل حياتها كامله. الشهور دازو بالزربه، ومنال بدات كتولي معروفه في ديك البلاصه. كل ليله كانت كتلبس شروب في شكل، كتوقف قدام المرايه وكتحاول تقنع راسها انها بخير، ولكن في عينيها كان كيبان العيال اللي كيكبر نهار مورا نهار. الضوء الاحمر كان كيضرب في منال في وجهها، والدخان معمر البلاصه كامله، وكتسمع غير الضحكه المزوره ورجال كيدخلوا ويخرجوا الليل كامل. كانت كتجلس مع الكليان كتضحك، واخا هي ما رشقاش ليها الضحك. كل واحد كيحاول يشري الاهتمام ديالها بالفلوس، ومنال كانت كتسكت، حيت كل مره كتشد الفلوس كانت كتشوف وجه خواتاتها قدامها. مع الفجر كانت كترجع منال للدار ديالها وهي مهلوكه، كتحل الباب بشويه باش ما تفيقش خواتاتها، ولكن في بزاف ديال المرات كانت كتلقى اختها ساره ناعسه في الصالون كتسناها. كتفيق وكتقول لها تعطلتي بزاف اليوم، ومنال كتضحك واحد الضحكه مصطنعه وكتقول لها الخدمه كانت كثيره. ومن بعد كتدخل الحمام، كتسد عليها الباب وكتبدا كتبكي بواحد الصوت خافت باش ما يسمعها حتى شي واحد. داز شهر، جوج وثلاثه، والوضع بدا كيتبدل شويه. الضوء رجع للدار، الكرا بدا كيتخلص في الوقيته ديالو، والثلاجه ولات عامره شويه. خوتها بداو كيضحكوا من جديد. واختها الصغيره نوها قالت لها واحد النهار انتي احسن اخت في الدنيا. الجمله هذه كانت كافيه تخلي القلب ديال منال يتقطع، حيت هي الوحيده اللي كانت عارفه منين جايين هاد الفلوس. في واحد الليله كانت منال جالسه بوحدها في واحد القنت بعيد وكتشرب في واحد الكاس، وفي ديك الوقيته قربت لها واحد المراه كانت انيقه بزاف، شعرها بيان كوافي وعطيه منها واحد الريحه اللي زوينه ولابسه ماركات لي غاليه. جلست حداها وقالت انتي هي منال؟ منال هزات راسها بشويه. المراه ابتسمات وقالت سمعت عليك بزاف. ومن بعد قربت لها اكثر وقالت لها بشويه في ودنها واش باغيه تبقى هنا حياتك كامله؟ منال سكتات. المراه خرجت واحد الكارو شعلته وقالت انا نقدر ندخلك لواحد العالم اخر، عالم اللي فيه الفلوس ديال بصح. منال حسات بالخوف، ولكن الفضول شدها. قالت لها شنو كتقصدي؟ المراه ابتسمات واحد الابتسامه اللي بارده وقالت تخدمي مع ناس كبار، رجال اللي عندهم الفلوس ديال بصح، وغادي تربحي في ليله وحده قد داكشي اللي كتربحي انا شهر كامل. النهار اللي من بعد ركبت منال مع ليلى في طوموبيل تاع الكحله الواعره. القاهره في الليل كانت مضويه، ولكن قلب منال كان مظلم. وصلوا لواحد العماره هوت ستوندينغ، والعساس جا حل الباب مباشره. طلعوا في السانسور حتى لاخر ايطاج، والباب ملي تحل منال فهمت انها دخلت لواحد العالم اخر. كانت البارتما كبيره بزاف، فيها دريات ديال الكريستال كتشم فيها غير الروايح الغاليه، ورجال لابسين كوستارات ودايرين بهم بنات زوينات بزاف. كلشي كان نقي من برا، ولكن من الداخل كان واحد العالم اللي موسخ بزاف، موسخ اكتر من داكشي اللي كانت فيه منال قبل. دازو سنوات ومنال تبدلات، البراءة اللي كانت في عينيها صافي مشات، ولات كتعرف كيفاش تهضر، كيفاش تضحك وكيفاش تقنع الناس. الفلوس كانت كتدخل بواحد الشكل اللي كبير،
شرات حوايج غاليين، بدلت الشكل ديالها كامل. ولكن الحاجة الوحيدة اللي ما قدرتش تبدلها هي الفراغ اللي كان في الداخل ديالها. في بزاف ديال المرات كانت كترجع في الليل وكتبقى واقفة قدام المراية، كتشوف في راسها وكتسول شكون هاد البنت هادي اللي في المراية. في واحد الليلة كانت مع واحد الكليان في البارتمون، كلشي كان عادي حتى سمعت دقان بالشاد في الباب. مرة، جوج وثلاثة، الكليان وقف مخلوع، ومنال حسات بقلبها هبط لرجليها. وشوية الباب غادي يتفرع، دخلوا البوليس وكيغوتوا حتى حد ما يتحرك. الغوا تعمر البلاصة والبنات بداو كيبكيو، وشي رجال كانوا كيحاولوا يهربوا، ومنال بقات واقفة مصدومة، حسات بحال حياتها كاملة كطيح فوق راسها في ثانية وحدة. جروها وحطوا المينوط في يديها، وفي ديك اللحظة عرفت أن الظلام اللي دخلت ليه شحال هادي بدا كيتسد عليها كله. ومن بعد عام الباب ديال الحبس تحل، ومنال خرجات، وجهها تبدل بزاف، ما بقاتش هي ديك البنت اللي دخلت للحبس النهار الاول. كانت خارجه وعينيها كيقلبوا وسط الزنقه، بحال كانت كتسنى شي واحد يجي ياخدها، ولكن حتى واحد ما جا. شدات الطوبيس قديم وبدات كتشوف من الشرجم. القاهره باقي سميتها القاهره، ولكن ما بقاتش كما كانت. وصلت للسيكتور القديم ديالها، طلعت الدروج بالسربه وقلبها كيضرب. وقفات قدام الباب، دقات وما جاوبها حتى واحد، عاودت دقات ودقات حتى خرجت الجاره الشيبانيه اللي كانت ساكنه حداهم. شافت فيها شي تواني ومن بعد عرفتها، وقالت لها بواحد النوع ديال الحزن: بنتي رجعتي؟ منال قالت بالزربه: فين هما خوتي؟ المراه سكتت واحد شويه ومن بعد قالت لها: مشاو. منال تصدمات، قالت: فين مشاو؟ المراه زاد كتافها: ما عرفتش، واحد النهار جمعوا حوايجهم ومشاو. منال دخلت للدار ديالها القديمه، كانت خاويه والحيطان موسخين والغبره كانت في كل بلاصه، والبيت اللي كانوا كينعسوا فيه خواتاتها نهى وساره ولا خاوي. منال جلست في الارض وبقات كتشوف البلاصه وهي ساكته، ومن بعد بدات كتبكي. ولكن هاد المره ما كانش البكا من الخوف، ولكن بكا ديال الانسان اللي ضاع منه كل شيء. دازو ايام ومنال قررت تحاول تبدا من جديد. قالت في راسها: خصني نعيش باللي كان. بدات كتقلب على خدمه شريفه، وكانت كتخبي الماضي ديالها على اي واحد. تلقات واحد الخدمه في واحد الصناك شعبي صغير. الخدمه كانت صعيبه، كتغسل الموان، كطيب وكتبقى واقفه بالسوايع. ولكن لاول مره من سنين كانت كتربح الفلوس بلا خوف. كرات واحد البيت صغير فوق واحد السطح العماره. البيت كان ضيق بزاف، سقف ديال القصدير، سخونيه في النهار والبرد في الليل. ولكن بالنسبه ليها كان جنه، حيت لاول مره كانت حاسه بشويه ديال الهنا. وفي الليل كانت كتجلس بوحدها فوق السطح، كتشوف الضو ديال المدينه من بعيد، وكتحاول تقنع راسها ان الماضي سالا، ولكن الماضي عمره ما كيسالي بسهوله. في الكراج اللي تحت الدار كان المحل ديال واحد السيد سميتو فتحي، كان كيبيع فيه التوب. راجل عنده تقريبا شي 40 عام، كالم، ما كيهضرش بزاف، وعينيه بحال فيهم شي حزن قديم. كان كل صباح كيشوف منال هابطه للخدمه، كتسلم عليه باحترام وكتمشي، ومع الوقت بدا كيتعلق بها. كان شي بعض المرات كيخلي ليها الخبز سخون واتاي ولا حتى شي غدا صغير، وكيقول لها: راه خدمتك صعيبه، خاصك تاكلي مزيان. ومنال كانت كتستغرب، حيت اول مره شي راجل كيعاملها باحترام بلا اي مقابل. دازو شهور، وواحد النهار فتحي وقف قدامها مرتبك وقال لها: منال، انا بغيت نتزوج بيك. منال حسات بالدنيا حبسات، قلبها بدا كيضرب بالسربه، حيت اول حاجه جات في بالها هي الماضي ديالها. وقالت ليه بواحد النوع من الخوف: انت ما عارف عليا والو. ولكن فتحي قطع عليها الهضره، قرب ليها بشويه وقال: الماضي ديالك ما كيهمنيش. وسكت واحد شويه وقال: انا كنشوف الانسان اللي قدامي دابا. ديك الليله منال ما نعساتش، بقات جالسه فوق السطح كتفكر: واش تقول لي الحقيقه، واش تهرب، ولا واش كتستاهل حياه جديده اصلا. ولكن في قلبها كانت باغا تيق ان الله عطاها فرصه جديده. رجعت عند فتحي وقالت ليه: انا موافقه. دازت الشهور بالزربه ومنال تزوجت بفتحي. العرس ما كانش كبير، وما كانوا لا طوموبيلات لا قاعه ناس بزاف،
غير واحد البارتما صغيرة وشوية ديال الضحك اللي غاب عليها سنين. في الصباح الأول من بعد الزواج فقت منال على ريحة القهوة. خرجت من البيت بشوية ولقات فتحي موجد ليها الفطور. تلفت لجهتها وابتسم وقال صباح الخير. منال بقات ساكتة حيت هاد النوع ديال الحياة كان غريب عليها. هاد الاحترام وهاد الأمان كلشي بالنسبة ليها كان جديد. وخا الفرحة كان ديما فيها واحد النوع ديال الخوف. كل مرة شي واحد كيدق في الباب قلبها كان كيضرب بالسربة، وكل مرة كتشوف بوليسي في الزنقة كتحس براسها كتخنق. كانت خايفة من الماضي يرجع ويخسر ليها كل شيء. ولكن فتحي كان كيعاملها بواحد الحب اللي كبير، وما كانش كيسول بزاف ولا كيحاول يقلب في الماضي ديالها، وكان فاهم باللي كاينين شي جروح كيحتاجوا غير السكات. من بعد عام منال حملات، وفي ديك اللحظة حست بالخوف والفرحة في نفس الوقت. كانت خايفة تكون ما كتستاهلش تكون ولكن ملي شدت ولدها لأول مرة وبدا كيبكي بين يديها بكات حتى هي. سماو الولد حسام. فتحي كان فرحان بواحد الطريقة عمرها شافتها. كان كيشري لحسام الحوايج الصغار والألعاب وحتى شي حوايج ما عندهم حتى شي ضرورة، غير حيتاش كان كيعجبو يشوفو فرحان. ومن بعد سنوات قليلة جابوا الولد الثاني وسماوه محمد، والدار تبدلات كاملة. صوت الضحك رجع، والصالون اللي كان ساكت ولا عامر بالشرا والغوات ديال الدراري. وفي مرات كتيرة في الليل كانت كتبقى كتشوف ولادها وهما ناعسين وكتقول في راسها يمكن الله سمح ليا. مع الوقت الخدمة ديال فتحي تزاد والفلوس بدات كتدخل مزيان، ووسع المحل ديالو. شرا واحد البارتما لولدو حسام من بكري باش زعما يضمن ليه المستقبل ديالو. وكان ديما كيقول ولادي خصهم يعيشوا احسن مني. ومنال كانت كتشوف فيه وكانت كتحس بشويه ديال الذنب، حيت هذا الراجل الطيب والنيه ما عرفش الحقيقه كامله. الوقت كيدوز بالسربه، وحسام ومحمد كبروا، بداو كيخرجوا بزاف وكيسهروا حتى الفجر، وكيرجعوا للدار بالريحه ديال الشراب والدخان. باهم ما عجبوش الحال، كان كيقول هاد الطريق ما غاديش تخرجوهم بخير. ولكن منال كانت كل مره كتدافع عليهم، يمكن حيتاش كانت خايفه عليهم من نفس الطريق اللي ضاعت فيها. ولكن بلا ما تحس كانت كتقربهم بالضبط لذاك الظلام اللي هربت منه سنين. حسام الكبير كانت عنده واحد الشخصيه قويه شويه وكان كيتعصب، واصدقاء السوء دايرين به. ومحمد كان شويه كالم ولكن تابع خوه في كل شيء. كل ليله تقريبا كانوا كيخرجوا من الدار مع العشيه، كيلبسوا حوايج ديال الماركات، كيديروا الروايح وكيهزوا السوارت ديال الطوموبيل. وباهم كان كيبقى جالس في الصالون كيشوف فيهم وما كانش عاجبو الحال. كان كيقول لهم فين غاديين دابا، وحسام كيجاوبو بعصبيه غير خارجين شويه. باهم كان كيقول كل نهار ما كتجيو حتى الفجر. في ديك اللحظه منال كتدخل بالسربه وكتقول خليهم يعيشوا شويه، راه مازال شباب. فتحي ما كانش قاصح، كان غير كيخاف عليهم. كان كيشوف ولادو كيفاش تبدلوا 180 درجه، الصهير، الشراب، والصحاب اللي مشبوهين، والفلوس كانوا كيتصرفوا بزاف. وكان حاس ان شي حاجه خايبه كتكبر بشويه بشويه. ولكن كل مره كان كيحاول يهضر منال كانت كتوقف ضده. في واحد الليله كانت الساعه قريبه للفجر. فتحي كان جالس بوحدو في الصالون، الضو مطفي، غير واحد البويله صغيره شاعله وعيني على الباب. شويه سمع صوت الضحك برا، الباب تحل ودخل حسام ومحمد وهما كيتسلتوا. ريحه الشراب عمرات البلاصه. محمد ما كانش قادر حتى يوقف على رجليه مزيان، وحسام كان كيضحك بواحد الصوت اللي مجاهد. باهم وقف وهو مصدوم وقال سكرتو. حسام جاوب بواحد البرود وقال ليه ومن بعد. في ديك اللحظه باهم فقد السيطره، شد حسام من القميجه ديالو ويضربو بواحد التصرفيقه بالشات. ومحمد حاول يتدخل ولكن باهم بدا كيغوت. واش انا تكرفصت حياتي كامله باش في الاخر توليو هكا؟ منال خرجت من البيت ديالها وهي مخلوعه، شافت ولادها وشافت راجلها كيضربوهم وما عجباش الحال. دفعت منال راجلها فتحي وقالت ليه خلي ولادي. فتحي تلفت لجهته وهو مصدوم. ولادك وانا شنو نكون؟ منال حاولت تكلميه ولكن حسام زاد شعل العافيه وقالوا هو كيغوت
حنا رجال وما عندكش الحق تضربنا. فتحي قرب ليه بعصبية وقال ليه مادام ساكنين في داري نتوما محسوبين عليا. ومنال وقفات قدام ولادها، وهنا حس فتحي انه ولا غريب في دارو. ومن بعد قال بواحد الصوت لي مهزوز: انا ضيعت حياتي عليكم. وبقى ساكت شويه، ومن بعد قال الجمله اللي بدلات كلشي: منال انتي مطلقه. في ديك اللحظه ما بقى كيتسمع تا صوت، غير السكات. حتى حسام ومحمد تصدموا. منال حسات باللي رجليها ما بقاوش شادينها. فتحي مشى للبيت، جمع حوايجهم وحطهم قدام الباب. ومنال كانت كتبكي وكتقول: الله يهديك غير سمع ليا. ولكن هو ما كانش كيسمع، كان مشتت من الداخل، حيت الراجل اللي عاش عمرو كامل هو كيبني عائله في ليله وحده حس ان كل شيء تهدم. منال خرجت مع ولادها في الليل، هزين السيكان والبرد كان قاصح. وقفوا في الزنقه وهما ما عندهم حتى وجهه محدده. محمد كان ساكت، وحسام كان معصب وكيقول: خليه ما محتاجينوش. ولكن منال كانت واقفه كتشوف في العماره اللي عاشت فيها اسعد سنوات حياتها، وحاسه ان الماضي ديالها رجع يجرها لنفس الحفره من جديد. منال ولادها بقاو في الزنقه ساعات ما عارفينش فين يمشيو. الناس كيدوزو حداهم وكل واحد مشغول براسو، اما هما فحياتهم كانت كطيح مره اخرى. في الاخر قرر حسام يمشيو للبارتمان اللي كان شرا عليه بوه. طلعوا للعماره، حلوا الباب بصعوبه ودخلوا. البارتمان كانت خاويه تقريبا، ما كاين فيها لا صالون لا طبله لا تلفازه، غير الحيوط بيضين باردين والصوت كيتعاود. محمد جلس في الارض مباشره، ومنال حسات براسها رجعت لنقطه الصفر. دازو الايام والفلوس اللي كانوا عندهم سالوه بالسربه، الماكله نقصات والفاكتورات تزادوا. ومنال رجعت مره اخرى كتقلب على خدمه، ولكن دابا العمر تبدل والعيا كان كيبان في وجهها. مرات كثيره كانت كتعيط لفتحي، التليفون كان كيصوني وما كيجاوبش. مره واحده اللي كان جاوبها وقالت لي وهي كتبكي: سمح لي خلينا نرجعوا. ولكن فتحي كان جاوبها ببرود وقال لها كل شيء تسالى بيناتنا وقطع عليها الخط. منال بقات كتشوف في التليفون وحسات ان الباب الاخر اللي عندها تسد في وجهها. الضغط بدا كيكبر، وحسام ولا عصبي بزاف، ومحمد بدا كيصار كتر. وكل ليله كيوقع الصداع، مره على الفلوس، مره على الماكله، ومره على الكرا. والدار اللي كان خاصها تكون بدايه جديده ولات جحيم. في واحد الليله منال كانت جالسه بوحدها في الصالون فوق الفراش. الضو خافت والدخان د الكارو طالع في الهواء، وعينيها ضايعين في الفراغ. شويه رجعوا ليها الذكريات ديال الكباري، الفلوس السهله والرجال اللي لاباس عليهم. وبدا الشيطان كيلعب ليها في راسها. في الصباح جمعت ولادها وقالت لهم: عندي واحد الفكره نقدروا نربحوا منها الفلوس. حسام سولها: وشنو هي؟ جاوباتو: نديروا واحد السهرات هنا في الدار، نتوما كتخرجوا وكتسهروا مع ناس عندهم الفلوس، نجيبوهم يشربوا هنايا ويخلصوا. محمد تردد شويه، ولكن حسام الفكره عجباتو بالسربه، حيتاش كان باغي الفلوس باي طريقه. وفي الليل جاو اول جوج رجال، جابوا الشراب معاهم والضحك ديالهم كان معمر الدار. ومنال كانت كدور عليهم كتضحك معاهم وكتحاول تخليهم مرتاحين، ولكن في قلبها كانت عارفه انها رجعت لنفس الطريق. دازو اسابيع والسهرات تزادوا، وكل مره كيجيو ناس كتر. الفلوس رجعات كتدخل والبارتمات تبدلات، صالون جديد، تلفازه كبيره وديكور جديد. وحسام ومحمد بداو كيتبدلوا حتى هما، لباس لي غالي وصهير كتير وصحاب اللي مشبوهين. في واحد الليله منال جابت واحد البنت صغيره باش تخدم عليهم في الصاله، تبدا تسربي الشراب وتنقي الطبله. كانت باينه محترمه وخايفه. وفي وسط السهره واحد الراجل شد فيها بواحد الطريقه اللي خايبه. البنت خافت وبغات تبعد. حسام شاف المنظر وطلع ليه السعاف، وقف وقال داك الراجل: حيد يديك عليها. ولكن منال وقفاتو والدار كامله سكتات. حسام شاف فمو وما تيقش، ومنال قربات ليه وقالت بشويه: كل شيء عنده ثمن. في ديك اللحظه ماشي غير البنت اللي ضاعت، حتى منال ضاعت مره اخرى، حيت نهار الانسان كيبرر الشر
كيبدا يموت فيه الضمير شويه بشويه. ومن بعد هاد الليله ما بقاوش غير سهرات، ولات البدايه ديال شبكه كامله، شبكه اللي غادي تغرقهم كاملين في الظلام. في شهور قليله تبدلات حياتهم كامله، وناس ولاو كيدخلوا كيخرجوا، وماشي اي ناس، ناس اللي لابسين كوستيمات غاليين، رجال اللي جايبين طوموبيلات واعرين، واللي كيهضروا بالدولار الريال والدينار. منال تبدلات كلها. المراه اللي كانت كتبكي باش تلقى طرف ديال الخبز ولات هي اللي كتحدد الثمن. كانت جالسه في الصالون الكبير، واحد الدفتر صغير في يديها والتليفون ما كيسكتش. هي اللي كتقرر شكون يدخل شكون يخرج وشحال الثمن وفين غادي تكون السارة. وحتى حسام ومحمد ولاو كيحترموا الهيبه ديالها. ولكن اخطر حاجه هي البنات اللي بدات كتجيب. ما كانوش بنات ديال السنقه ولا ديال الليل، لا، كانت كتقلب على طالبات وبنات صغار اللي محتاجين الفلوس. كانت كتقرب منهم بواحد الطريقه اللي تكيه، مره كتقول خدمه ديال الاستقبال، ومره كتقول راه غير ساره محترمه، وشي مرات كتغريهم بالفلوس الكثيره اللي يقدروا يربحوا في ليله وحده. في واحد النهار جات عندهم واحد البنت صغيره، كان باين عليها بنت الناس، لابسه حجاب بسيط وعينيها عامرين بالخوف. جلست قدام منال وقالت انا محتاجه نخدم باش نصرف على با اللي مريض. منال بقات كتشوف فيها، وفي واحد اللحظه قصيره شافت راسها القديمه فيها. شافت منال ديال 18 عام، ولكن عوض ما تنقدها ضحكات ليها وقالت غادي نعاونك. الفلوس بدات كتولي كتيره بزاف. حسام شرا طوموبيل جديده، ومحمد بدا كيلبس ساعات لي غاليين، وكراو بارتما اخرى جديده، وهاد المره ماشي باش يسكنوا فيها، ولكن باش يخدموا فيها البنات ويجيبوا فيها الكليان في بلاصه اللي بعيده على العين. منال ولات كتعيش بجوج وجوه، قدام الناس مرة اللي محترمه وام اللي حنونه، ولكن في الخفاء كانت هي راس الحربه ديال الشبكه ديال الدعاره. مرات كثيره كانت كتفيق مع الفجر وكتبقى جالسه بوحدها في الصالون، الدار خاويه وريحه الدخان والشراب عاطيه في البلاصه، وكتبقى كتشوف في الفلوس في الطبله بلا حتى شي احساس. ولكن واحد الحاجه اللي ما كانوش عارفينها هي ان كل حركه كانوا كيديروها كاين اللي كيراقبها. العماره اللي حسوا فيها بالامان كانت تحت العينين ديال البوليس من مده، والطيحه ديالهم كانت قريبه بزاف. في السيكتور فين ساكنين الناس بداو كيتشكاو، الدخول والخروج في الليل، ورجال برانيين كيطلعوا كل ساعه، بنات صغار كيدخلوا كيبقاو حتى الصباح. الجيران بداو كيحسوا ان شي حاجه ماشي طبيعيه، ومع الوقت وصلوا الشكايات للبوليس. البوليس ما تدخلوش نيشان، بداو كيراقبوا كيسجلوا شكون اللي دخل شكون اللي خرج، توقيتوا الطوموبيلات، وكان اسم منال كيزيد يبان. وفي واحد النهار دخل عندهم واحد الراجل جديد سميتو امجد، كان باين عليه لاباس عليه وعنده فلوس كتيره، وحتى الطوموبيله باش جا كانت ساويه الملايين. كان لابس كوستيم غالي وساعه كتبري في يديه. حسام ومحمد ارتاحوا ليه بالزربه حيت كان كيخلص بلا ما يناقش. منال كانت كتجلس معاه بزاف ديال المرات، كيهضروا كيضحكوا، كان كيسول بزاف ولكن بطريقه اللي ذكيه، وكان كيبان بحال شي رجل اعمال عادي. وفي الحقيقه امجد كان ضابط ديال البوليس، كل مره كان كيجي فيها كان كيسجل الصوت، التصاور، السميات والمعاملات، وحتى المكالمات الهاتفيه. وكانوا البوليس كيبنيو الملف شويه بشويه. في 10 اكتوبر 2015 ديك الليله كانت البارتما عامره والموسيقى مشهده، الشراب فوق الطبله والرجال كيدخلوا ويخرجوا، والبنات مفرقين على البيوت. ومنال كانت جالسه وسط الصالون حاسه براسها قويه وما عرفاش ان هذه اخر ليله ليها في الحريه. شويه الباب بغا يتسمع فيه الدقان بالشاد، الموسيقى وقفات والناس بداو كيشوفوا في بعضياتهم. حسام هضر هو معصب شكون، وما جاوب حتى واحد غير الدقان. منال حسات بقلبها بدا كيضرب بالسربه، ومحمد مشى للباب وهو متردد، وملي حل شويه الباب تدفع بالشاد والبوليس دخلوا دقه وحده تحت ما يتحرك. الكليان بداو كيجريو والبنات كيبكيو والدنيا رجعت فوضى. منال بقات واقفه في بلاصتها ووجهها ولا صفر، حست برجليها بردو حيت فهمت مباشره ان كل شيء تسالى. البوليس بداو كيقلبوا كل شيء، التليفونات، الدفاتر، الفلوس والكاميرات والوراق.
لقاو الآلاف ديال الدولارات، نوامر ديال الكليان وتحويلات بنكية. كلشي كان واضح. حسام بدا كيغوت وكيقول حنا ما عندنا حتى شي علاقة، ولكن البوليسي شدو من يديه ودار ليه المينوط. محمد كان مخلوع وأول مرة كيحس بالخطر الحقيقي. وفي وسط الفوضى دخل أمجد للصالون. منال شافت فيه وتجمدات وقال لها بشوية كلشي تسجل منال. حسات بحال الأرض تحلات من تحت رجليها. خرجوا كاملين في الليل والجيران واقفين كيتفرجوا. الناس تصدموا، هادشي كامل كاين هنا؟ ومنال كانت غادية وفي يديها المينوط والفلاشات ديال الصحافة كيضربوا في وجهها. وفي ديك اللحظة فهمت أن الماضي اللي هربت منه عمرها ما دفناتو، هو غير كان كيتسنى الوقت المناسب باش يرجع ويدمرها مرة أخرى. القضية دارت واحد الضجة كبيرة، الصحافة هضرت عليها أيام طويلة والناس كاملين كانوا مصدومين كيفاش تدخل ولادها في هاد الطريق. ولكن الحقيقة راه ماشي نهار واحد اللي صنع هاد النهاية، كانت سنوات ديال الانهيار. وفي التحقيق منال كانت جالسة قدام الضابط ووجهها صفر وعينيها خاويين وما بقاتش كتقاوم، حيتاش كانت عارفة أن كلشي تسالى. الضابط سولها شكون اللي كان كيدير الشبكة. منال سكتت شوية ومن بعد قالت بواحد الصوت اللي ضعيف أنا. اعترفت بكل شيء، كيفاش بدات، كيفاش رجعت لنفس الطريق، وكيفاش دخلت ولادها معها، وكيفاش كانت كتستدرج البنات. وحتى حسام ومحمد ما قدروش ينكروا بزاف حيت التسجيلات كانت واضحة بالصوت وبالصورة وكل شيء موثق. في 2016 وقفوا كاملين قدام المحكمة، منال واقفة وحسام ومحمد واقفين حداها، ولكن حتى واحد ما كيشوف في الاخر. القاضي قرا الحكم وحكم على منال ب3 سنين ديال الحبس نافذة، وحسام ومحمد عام واحد لكل واحد، والبنات اللي كانوا خدامين معهم 6 شهور لكل وحده. ملي خرجوا من المحكمة الصحافة كانت كتصورهم. منال كانت حاضرة راسها حيتاش لأول مرة من سنين واجهت الحقيقة كاملة. هي كانت ضحية في البداية، ولكن مع الوقت ولات حتى هي جلادة. هاد القصة ماشي غير قصة ديال المرأة اللي دخلت طريق خايب، هاد القصة كتورينا شنو كيوقع ملي الفقر كيقتل الأمل والوحدة كتاكل الإنسان والمجتمع كيدور وجهه للضعيف. منال في الأول كانت غير بنت صغيرة اللي خايفة على خوتها، ولكن القرار الغلط الأول جر مع العشرات ديال القرارات الخايبة. شحال من منال كاينة دابا في المجتمع ديالنا، وشحال من بنت اللي مضغوطة ومحتاجة غير شي يد اللي تعاونها قبل ما تطيح. هادشي علاش خصنا ما نحكموش على الناس من الاخر، خصنا نشوفوا حتى البداية. شكرا لأي واحد وصلت للاخر، ولا كان عجبكم الفيديو خليو لايك وكومنتير وقولنا شنو الرأي ديالكم. واش منال كانت مجرمة من البداية ولا الظروف هي اللي صنعت منها هاد الانسان؟ وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتهلاو في راسكم.